مساء العسل. مساء الفل. فين الفلوس؟ جاهز. ايوه كده. ماشي. بقول لك ايه يا باشا؟ امورين. ده اخر يوم تجي لي فيه هنا، ماشي؟ ليه كده بس؟ هعزل اصلي. طب والتموين بتاعي هعمل فيه ايه؟ ومين قال لك ان التموين هيتأثر؟ احنا بس هنغير شويه حاجات في الشغل، مفيش حاجه. اللي هو ازاي يعني؟ هقول لك. جرى ايه يا اختي؟ هو انا كل ما اشوفك هلاقيكي سرحانه كده ومساهمه؟ فكي والنبي شويه. ما انا لازم افكر. الموضوع اصله مش جايب هم. ليه يا اختي؟ ما الدنيا زي الفل اهي ومسكنا قرش. هو انت عايزه ايه تاني؟ الزبون القطاعي حلو ماشي، بس مش كفايه. زباين الترب والبطنيه مش كفايه. دول غلابه زينا، موظفين على شويه عيال لسه بياخدوا مصروفهم من اهلهم. ما طول عمرهم زباين، هنعمل ايه يعني؟ الزبون اللي بجد مش هنا يا بت. انا عايزه الزبون القلاجه، ولاد الزوات، الناس اللي معاها فلوس، ودول مش هنا. مش هنا. لازم انا اللي اروح لهم، مش هيجولي. جرى لك ايه يا بنت؟ ما احنا راضيين بزبايننا وكفايه لحد كده. كفايه ايه؟ لا مش كفايه. انت عارفه القرش هنا بكام؟ بيعمل لي 30. عارفه هناك ممكن يعمل كام؟ 50 60، يعني الضعف. ده غير الخطر اللي بيجيني من ورا هنا. خطر؟ خطر يا حبيبتي؟ ده احنا قاعدين هنا في التراب ولا حد شايفنا ولا سمع عننا حاجه. الخطر ايه؟ بس يا هبله بس، طول ما الزبون بيجي لحد عند التاجر وعارف هو فين، يبقى الخطر على مين؟ على التاجر. احنا فاتح كلام كده، لازم نمشي من هنا وفي اسرع وقت. نمشي من هنا؟ نروح فين؟ نروح اي حته نعرف نشتغل منها في الديره. انا مش حمل بهدله، العيال دي لازم تتربى. مش كفايه ابوهم مات كمان امهم تتمسك؟ لا، انا عيالي عايزاهم يتربوا كويس. علي، علي، مالك يا حبيبي؟ ايه اللي صحاك؟ هو اللي انا سمعته ده صح؟ انت سمعت ايه؟ ابويا ميت؟ لا يا حبيبي، ما تكدبيش عليا، قوليلي انا سمعتكم. انا مش عيل صغير. ابويا ميت؟ ردي عليا. ايوه يا حبيبي، ابوك مات. ابوك مات يا علي، حقك عليا. انا اسف، انا اسف اني ما قلتلكش. انت عندك حق، انت مش صغير. انا عمري ما هخبي عليك حاجه تانية يا علي. انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه يا علي. انا اسفه يا علي. تمام يا فندم. انت طلعت بلطجي يا كمال. لا يا باشا والله ولا بلطجة ولا حاجة. حتى صفحة ثوابي هتلاقيها بيضة إن شاء الله يعني. بيضة ازاي؟ ما هو قدام اهو. وعليك 6 شهور حكم غيابي. حكم؟ قضية ضرب وإحداث عاهة مستديمة. وده اللي ظهر قدامي. الله أعلم بقى في إيه تاني. والله يا باشا ما في حاجة تانية يا باشا. ده عيل صغير يا باشا، كان ماسك راجل كبير عمال بيضرب فيه. وسيادتك لو كنت مكاني كنت هتعمل نفس اللي أنا عملته. ما قدرتش بنفسي لو الناس بتشيلني من عليه وأنا فاتح دماغه. وأقسم بالله ما كنت عارف إن أنا خدت فيها حكم حتى. رميت إيه أنا وأنا بجري وراك؟ ما رميتش حاجة يا باشا. ولا ما تستهبلش. رميت إيه؟ بتاعة رشاد الفولي مش كده؟ رشاد الفولي تاجر الخردة يا باشا صح؟ لا، ده معلمك. رشاد الفولي تاجر المخدرات. البضاعة اللي أنت رميتها دي بضاعته مش كده؟ اتكلم يا كمال.
كلم يا كمال وما تخافش، انا ممكن احميك. انا مش خايف يا باشا، والختمه الشريفه انا ولا ليا معلمين ولا اعرف سيادتك بتتكلم عن ايه اساسا، ولا كنت عارف ان انا لاقي حكم، اقسم بالله يا باشا. كده ماشي يا ابو كمال، انا بقى هلففك مصر مديريه مديريه، مركز مركز، واسم اسم عشان تتعلم. لا يا باشا والنبي يا باشا، بالله عليك بالله عليك يا باشا، بلاش كعب داير يا باشا. اصلا انا شاكك ان انت خطر على الامن وعليك احكام مش متسجله. يا باشا يا باشا، اقسم بالله ما عليا احكام، وحياه غلاوه عيالك يا باشا، بالله عليك يا باشا. خده يا ابني. يا باشا بالله عليك يا باشا، يا باشا بالله عليك يا باشا. يلا قدام يا والله ما باشا. هتلاقي عليها حاجه يا باشا. طب خليني عندك هنا طيب، والله ما هتلاقي عليها حاجه يا باشا. تسلم. بقول لك ايه يا اخويا؟ اتفضل. مفيش تليفون قريب من هنا؟ عند المعلم جوه. بعد اذنك يا معلم، عامل مكالمه والنبي. وحشتيني يا بيت. بس يا بت هتفضحيني. وحشتك ده ايه؟ ده انت جايبني هنا عشان عاوز فلوس. وانا يعني يا بت عايز الفلوس دي عشان ايه؟ ما عشان امشي بيها الدنيا ويبقى معايا قرش، عشان اما اجي اتقدم لك ان شاء الله اشرفك قدام ابوكي. ابويا مش هيطلب منك حاجه، تعال انت بس وانا هقف جنبك. قصدك ايه؟ لا ما تفهمينيش غلط، فاكراني هقلبك؟ ده انا عايزهم سلف وهردهم لك ان شاء الله اول ما الشغل يمشي. تعالى اكلم يا رزق. تليفون. ماشي. انا هخرج وانتي دقيقه كده واخرجي ورايا، وزي ما فهمتك يا بنت الناس الفلوس دي سلف وهردهم لك مرتين ان شاء الله اما نتلم في بيت واحد. وده وقته. ايوه يا رزق، معاك منعم. انت فين يالا يخرب بيت سنينك؟ وطي صوتك يلا، ما تحسسش حد ان انا بكلمك. ما تخافش ما فيش حد جنبي. طب حلو، طمني، اخواتي وعمتي عاملين ايه؟ ما اعرفش عنهم حاجه بقى لي فتره. يعني ايه؟ وفايزه برضو ما تعرفش عنهم حاجه؟ فايزه طفشت وسابت لي البيت من مده يا منعم. ايه؟ عملت لها ايه؟ عارف لو عملت لها حاجه هرجع وادفنك حي. العيش والملح يا منعم، ما عملت لها حاجه، ما انت عارف اختك نكديه، ده انا طلع عيني تدوير عليها. ده انا فرحت اما كلمتني قلت هتدلني على طريقها واجي لها صالحها. لا انا ما اعرفش عنهم حاجه. طب بقول لك، انا عايزك في مصلحه كده. امورني يا ابو نزل.